اليوم لدينا حالة مميزة، كسر داخل مفصل الركبة مع وجود عدم استقرارية في الرباط الصليبي الأمامي. هذا الكسر وهذا النوع من الكسور المعقدة، والتي تحمل تبعات كثيرة على المريض وظيفيا للركبة واستقراريتها. وبوجود أحدث التقنيات اليوم تم إجراء هذه العملية بواسطة الناظور، حيث تم إرجاع القطعة المكسورة والتي تمتد إلى الرباط الصليبي الأمامي إلى مكانها الطبيعي، مع وضعها بصورة جيدة واستقرارية عالية جدا. هذه العملية جرت خلال فتحات شق صغيرة يتجاوز الواحد منها 2 سنتيم، وتم استخدام أفضل التقنيات الجراحية التي تحتاج إلى دقة وخبرة كبيرة في هذا النوع. والحمد لله والشكر تمت هذه العملية بنجاح، بفتحات صغيرة، بشق صغير، بتأهيل جيد، وإن شاء الله النتائج تكون حسب ما هو متوقع.